ما تيجي ابسطها لك. اوكي. قال اوكي. معروف ان فيتامين دي بيتسمى فيتامين الشمس، واكتر من 50% من الناس عندهم نقص فيه من غير ما يعرفوا. فوائد فيتامين دي: اولا للعظام، فيتامين دي بيساعد جسمك يمتص الكالسيوم والفوسفور بشكل افضل، يعني عظام قويه وبتقلل فرص الكسور او الاصابات. ثانيا العضلات، في ابحاث بتاكد ان نقص فيتامين دي مرتبط بضعف القوه العضليه، وان ضبط مستواه في الجسم بيحسن الاداء الرياضي بشكل كبير. ثالثا واللي هي المناعه والاستشفاء، غير انه بينظم الجهاز المناعي، التمرين بيعمل استرس على الجسم، ووجود فيتامين دي بمستويات طبيعي بيساعد جسمك انه يتعافى اسرع ويقلل الالتهابات. رابعا التستوستيرون، في دراسات لقيت علاقه بين فيتامين دي وهرمون التستوستيرون عند الرجال، وانه بيدعمه وبيزيد من افرازه بشكل كبير، وده معناه دعم مباشر للبناء العضلي. واهم مصدر طبيعي تقدر تاخد منه فيتامين دي فعليا هو التعرض لشمس الصبح الخفيفه من 10 ل 20 دقيقه يوميا، او على الاقل 3 مرات في الاسبوع، او من اكلات زي السردين والتونه وصفار البيض ومنتجات الالبان والكبد، او لو عندك نقص جامد وعايزه بشكل سريع فتقدر تشتريه كمكمل من الصيدليات. وفيتامين دي 3 هو الافضل واقوى امتصاص. وخليك فاكر ان فيتامين دي هو مش مجرد فيتامين عادي، هو عنصر بيلعب دور محوري كبير في المناعه والقوه والعظام حتى الهرمون. اديني بسطتها لك، فلو استفدت ما تنساش اللايك والفولو عشان تتابع بقى السلسله. سلام يا عمر.